عاجل جدا جدا جدا. أغسطس الخير، 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجاير. الخبر ده وصلنا اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023 من موقع صدى البلد. ففي خلال أغسطس الجاري تم اتخاذ قرارات حكومية من شأنها تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن المواطنين وحل المشكلات اللي بتواجه المواطنين، واتخاذا القرارات التي من شأنها دفع تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، حيث أقرت الحكومة خلال أغسطس الجاري بعض القرارات كان أبرزها ما يلي: إقرار قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، إقرار أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية، توجيه رئاسي للحكومة بحل أزمة انقطاع الكهرباء وتثبيت الأسعار وعدم تطبيق الزيادات المكررة، توجيه حكومي للشركة الشرقية للدخان بحل أزمة ارتفاع أسعار السجاير وزيادة ضخ المنتجات في السوق، زيادة دعم أسعار البنزين والدولار في الموازنة الجديدة، وتنفيذ مبادرات دعم في القطاع الصناعي. الأربعاء 9 أغسطس وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون رقم قومي موحد للعقارات لحصر الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية في مصر. وتضمن مشروع القانون تنفيذ ما يلي: إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات بتتكون من رقم موحد لكل عقار غير قابل للتكرار ويميز كل عقار عن آخر. 2. أن ترتبط الأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية. 3. أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التعاقدية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة. بالنسبة لتفاصيل قانون الرقم القومي للعقار: مكونات الرقم القومي للعقار والوسائل اللي بيتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، تحديد وسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع اللي بتتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية. بالنسبة لأول وثيقة معاش بالدولار، أعلنت شركة مصر تأمينات الحياة بالتعاون مع البنك الأهلي عن انطلاق وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، وهي وثيقة حصرية والأولى من نوعها اللي بيتم شرائها بالدولار وتتيح لكل مشتري تحديد شروط فترات السداد الخاصة به. وجاءت أبرز مزايا الوثيقة كالتالي: قسط وحيد بحد أدنى 500 دولار وبحد أقصى 10,000 دولار مع مصاريف الإصدار، وإمكانية دفع أقساط إضافية اختيارية بحد أدنى 50 دولار. 2. مزايا الاستحقاق الوثيقة: أن يتم دفع مبلغ معاش مضمون عند بلوغ العميل سن الاستحقاق، ويمكن للعميل أن يختار بين 3 اختيارات: دفعة واحدة أو دفعات شهرية مضمونة لمدة 10 سنوات ودفعات شهرية لمدة 15 سنة. رقم 3. يتم دفع مبلغ المعاش المضمون طبقا للسيناريوهات التالية: إما عند بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق وهو 50 أو 55 أو 60 أو 65 سنة، أو في حالة وفاة المؤمن عليه خلال مدة الوثيقة وقبل بلوغ تاريخ سن الاستحقاق، وفي حالة إصابة المؤمن عليه بالعجز الكلي أو الدائم خلال مدة الوثيقة وقبل بلوغ تاريخ الاستحقاق. رقم 4. لا يوجد إجراءات طبية مطلوبة. رقم 5. لا يتم إلغاء الوثيقة أو تخفيض قيمتها في حالة عدم سداد العميل أقساط إضافية. يوجد سحب سنوي للوثيقة ويمنح الفائز قيمة 75% من مبلغ المعاش المضمون. رقم 6. يمكن للعميل الحصول على وثيقتين بحد أقصى وثيقة لكل سن استحقاق. النقطة اللي بعد كده: مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية، حيث وافق مجلس الوزراء على مد مدة وقف العمل بأحكام قانون 113 سنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى والمعروفة بضريبة الأراضي الزراعية، على أن يبدأ تنفيذ وقف مد القانون بداية من 1 أغسطس 2023، وهو اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022. كما لا تدخل مدة مد الوقف التي يتم الموافقة عليها اليوم في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة. النقطة اللي بعد كده: تثبيت أسعار الكهرباء 6 أشهر. فيما يتعلق بأسعار الكهرباء، فقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ينص على تثبيت أسعار الكهرباء المطبقة حاليا ومد إرجاء تطبيق الزيادة المقررة 6 أشهر أخرى حتى أول يناير 2024. وبكده قد أجلت الدولة
زيادة أسعار الكهرباء المقرر سلفا لمدة 18 شهر، وذلك لمراعاة الظروف الاجتماعية والتحديات الاقتصادية. طبعا جبنا لكم أسعار الكهرباء بعد التثبيت، وهي الشريحة الأولى من 0 ل50 كيلو وات 48 قرش، الشريحة التانية من 51 ل100 واط 58 قرش، الشريحة التالتة من 101 ل200 كيلو وات 77 قرش، الشريحة الرابعة من 201 ل 350 كيلو وات 106 قرش، الشريحة الخامسة من 351 ل 650 كيلو وات ب 128 قرش، الشريحة السادسة من 0 ل 1000 كيلو وات 128 قرش، الشريحة السابعة من 0 إلى أكتر من 1000 كيلو وات 145 قرش. ولكن يشير إلى أن أصحاب تلك الشريحة لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح، وسعرها كما هي منذ 3 سنوات. وبالنسبة بقى لأسعار الكهرباء، المحلات التجارية الشريحة الأولى من 0 ل 100 كيلو وات 65 قرش، الشريحة التانية من 0 ل 250 كيلو وات 120 قرش، الشريحة التالتة من 0 ل 600 كيلو وات 140 قرش، الشريحة الرابعة من 601 ل 1000 كيلو وات 155 قرش، الشريحة الخامسة من 0 إلى أكتر من 1000 كيلو وات ب 160 قرش. وكمان الخبر اللي جه بعد كده هو حل أزمة السجاير اللي كانت عاملة دربكة الفترة اللي فاتت جدا جدا جدا، واللي في هذا الصدد قال هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان عن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإنهاء أزمة أسعار السجاير، حيث وجه مدبولي بضرورة توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمنتجات شركة الشرقية للدخان، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد ضخ كميات كبيرة من السجائر للتجار المعتمدين بالسعر الرسمي للشركة. وتوقع عمان تحسن أوضاع سوق السجاير بشكل تدريجي خلال الفترة التي تتراوح من 3 ل 4 أسابيع، مشيرا إلى أن المعروض من السجائر سيكون بكميات كبيرة لإحداث توازن في أسعار السجائر، موضحا أن الشركة واجهت بعض المشاكل في توريد المواد الخام لقيام بعض التجار بتخزين المنتجات وحجبها استعدادا لزيادة أسعار السجائر خلال الشهر الماضي أو تخوفا لتقلبات الدولار.